كلنا بنسمع عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. كل الجمل دي دايما بتمر علينا. طب هل تنطبق على الأنبياء؟ جه أفسر لك الحديث بالاستعانة من قصة من قصص الأنبياء، وهو النبي ذلنون. هتقولي طب هو مين النبي ذلنون؟ هقولك اسمع. كان في نبي كريم جدا، ربنا أرسله لقرية كلها كفار، فضل يدعوهم لعبادة ربنا وينصحهم لعمل الخير ويذكرهم بيوم القيامة ويخوفهم من النار. وطبعا كالعادة بني إسرائيل كذبوه، محدش آمن من قومه. القرية دي كانت في العراق اسمها نينوى، فربنا قال له إنه هينزل عليهم العذاب، لكن النبي غضب على قومه جدا وقال لهم إن ربنا هينزل عليكم العذاب بعد 3 أيام وسابهم ومشي. هتقولي يعني النبي خرج من القرية قبل ما ربنا يأمره بكده؟ ايوه بالظبط كده. فالنبي كان متخيل انه عادي يعمل كده، وانه علشان هو نبي ربنا مش هيغضب عليه ولا هيعاتبه. فبعد ما خرج من القرية ركب سفينة في البحر، وفي الطريق البحر هاج ورياح شديدة جدا هبت، فالناس خافت لا يغرقوا، فقالوا خلاص هنخفف من الحمل شوية، فرموا أمتعتهم في البحر. بس برضو لسه السفينة تقيلة، فقالوا خلاص مفيش حل غير إننا نرمي واحد مننا في البحر. فعملوا قرعة، فطلعت من نصيب النبي إن هو يترمي في البحر. فالناس بصوله شافوا عليه علامات الصلاح، فقالوا بلاش نرميه ونعمل القرعة مرة تانية. عملوا التانية والتالتة وبرضه طلعت من نصيب النبي. فعرف النبي إن هو المقصود وإن دي إشارة من ربنا. رموا النبي في البحر، ومن بعد ما رموه في ساعتها طلع حوت ضخم فتح فمه وابتلع النبي. في نفس الوقت ده ربنا كان أرسل على قومه العذاب. لما شافوا السحاب شكله مرعب وعمال يسود، قالوا إن النبي كان صادق وهو ده العذاب اللي جاي له، واحنا مفيش قصادنا غير إننا نتوب ونستغفر ونرجع إلى الله علشان يكشف عننا العذاب. كانت القرية دي فيها أكتر من 100,000 واحد، فضلوا يعيطوا ويستغفروا ربنا علشان يعفي عنهم. هتقولي طب هو النبي كان يعرف حاجة عن اللي حصل لهم؟ هقولك لأ، هو كان في بطن الحوت. طيب هو كده مات؟ لأ، أول ما النبي فتح عيونه لقى نفسه في بطن الحوت. طب إزاي ما أكلهوش؟ ربنا أمر الحوت إنه ما يأكلهوش. فضل الحوت يلف بالنبي في البحر، فسمع النبي تسبيح المخلوقات في الأعماق، فبدأ يسبح معاهم ويقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. النبي كان عارف إنه غلط، وكان عارف إن ده عتاب ربنا ليه، فصبر على البلاء وما يئسش، وما قالش ان ربنا بينتقم مني، لا، بدأ يسبح ويستغفر عشان ربنا يرفع عنه البلاء. فربنا استجاب للنبي وأمر الحوت ان يطلع النبي من بطنه ويرميه على الساحل، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فخرج النبي من بطن الحوت كان ضعيف جدا، فربنا أنبت جنبه شجرة من اليقطين علشان تغطي جسمه وعلشان ياكل منها. طب كم المدة اللي قعد فيها النبي في بطن الحوت؟ يقال إنه يوم، وفي اللي بيقول 3 أيام، وفي 40 يوم، والله أعلم. طيب هما مش الأنبياء معصومين من الغلط؟ طب إزاي غلط؟ الأنبياء معصومين من الغلط في تبليغ الوحي سواء كان مقصود أو غير مقصود، معصومين من الكفر والكبائر لكن مش معصومين من الصغائر، وبينزل بعدها على طول وحي ربنا بالعتاب، فبيستغفروا ربنا وما بيرجعوش لها تاني. ومش معنى كده انه ينقص حاجة من قدر الانبياء دول، لانه تمام الكمال بيكون حسب النهاية كانت ايه، والعبرة بالخواتيم، والانبياء حالهم اكمل الاحوال. ها بقى عرفت النبي كان مين؟ طبعا سيدنا يونس عليه السلام. العبرة والمستفاد من القصة كلها إنك مهما تغلط وتعمل من ذنب ارجع لربنا، استغفره، ما تيأسش، وربنا هيستجاب ليك. كده أكون خلصت آخر قصة في شهر رمضان الفضيل. كل سنة وانتم طيبين، ونعاد عليكم الأيام بالخير يا رب. انتظروني في فيديوهات تانية كتير.